شاهدوا متابعينا الكرام ترحيل وليد صادي رئيس الاتحاد لكرة القدم الجزائرية من المغرب إلى تونس ثم إلى الجزائر. صادي كان يسمع الذكاء الاصطناعي الملعب مولاي الحسن طاطا جاي يضرب في الزاز، صحاب له بصح ذكاء اصطناعي وصحاب له الزاز راه عليها وليد صادي والله العظيم. واش اللي يسمع المشاكره وليد صادي يطفروا، واش تسمع الخرطي ديال صحافه الزيكو ديالنا واش طفروا. ها انت جاي درت فضيحه راك هذا الفيديو ديالك راه مسيركيلي. ها الملعب هذاك صحيح راه ماشي ذاك استنى، هذاك ملعب حقيقي اللي راك قاعد فيه ملعب حقيقي وراك تفرج في ملعب حقيقي، ملعب تخدم في 8 شهور. هذاك هو الواقع. خطيكم هذاك المواقع وخطيك بصحافه زيكو وخطيك مشاكره وخطيك بالاخر ديال الذباب الالكتروني راه هو اللي يخرج عليكم. المهم هذه من جهه حايد علينا وليد صادي. طرد وليد صادي، قال لك طرد وليد صادي من المغرب يعني بعقوبه من الاتحاد الافريقي بسبب وليد صادي دس اللي بيي تاع لي ستاد تاع الجماهير باش ما يدخلوش للستاد. يعني شوف كيفاش الامور اللي وصلنا لها. اسمعوا تشوف معنا ومن بعد نحضروا. متابعينا الكرام ترحيل وليد صادي رئيس الاتحاد لكرة القدم الجزائرية من المغرب إلى تونس ثم إلى الجزائر بعدما لا يريد إعطاء تذاكر للأنصار لمشاهدة مباريات منتخبنا الجزائري. وليد صادي شوف كيفاش. شاهدوا متابعينا الكرام ترحيل وليد صادي رئيس الاتحاد لكرة القدم الجزائرية من المغرب إلى تونس ثم إلى الجزائر بعدما لا يريد إعطاء تذاكر للأنصار لمشاهدة مباريات منتخبنا الجزائري. وليد صادي شوف. المهم جماعة ما تنساوش بارطاجونا لي فيديو على الأقل نوصلوا 1000 جيم وما تنساش تفعيل الجرس. المهم وين ترحيل وليد صادي بسبب وكاين بروبليم وين كاين اعلام تاعنا على بالك راه فماك حتى انتقدوهم الناس، حتى انتقدوهم قال لهم بركاو من الجري وتسقسوا في الناس على يا درا تعطيك البارح، يا درا في لوتيل كاين كوفيرتا، يا درا البرد هنايا خان من البرد تاعنا ولا البرد تاعنا خان من البرد تاعهم. يا على بالك شويه تطوروا تامنوا بكلش، تأمنوا بكلش والله لا بصح الاعلام تاعنا يأمن بكلش. كي طردوا وليد صادي، كي زعما طردوا وليد صادي والله لا افضل استقبال استقبلوه الجزائر المغاربه الجزائريين، افضل استقبال. كي طردوه كي نسوا كي طردوا نتوما راكم ملاح ولا ماشيكم ملاح، حاسبين الواحد دخل يعني ادخل واخرج يا مبارك بحمارك. ياه قلنا لكم ودي شويه تسقموا شويه تسقموا شويه ما راكمش ملاح، ما راكمش ملاح. انا نقول لكم اعلام جزائري راه يجيب مهازل للجزائر، والله لا يجيب الناس تضحك علينا. اعلام جزائري الناس اللي يروحوا يمثلوا الجزائر في الاعلام ماشي هذو نورمالمون. كاين ناس عاقلين، كاين ناس يعرفوا يهضروا كيفاش تكون دبلوماسيه وتكون ما نضحكش الغاشي عليا على روحي وعلى بلادي، نهضر هضره شابه ولا ما نهضرش كاع. هاو كيما واحد الاعلامي تيبغي يتصور عن فيديو تاع زبل، تيبغي يتصور من يحوس على بلايص تاع زبل، يحوس يتصور في بلاصه مليحه واضرب كوستي من الله وكرافاطه تاعو والميكرو وفي بلاصه شابه والله الله. انت انسان، انت ما راكش تاكل من الزباله. انت راك انسان. نلبس مليح الى ربي عطاني نلبس مليح ونتصور في بلايص مليح، ما نروحش نتصور انايا نتصور عند بوبال انايا انا كاعلامي رايح منا نمثل الجزائر نتصور عند بوبال، والله ما نتصور عند بوبال، والله تقتلني ما نتصور عند بلادي. راني نمثل البلاد، انا البلاد كامله نروح نتصور انا عند بوبال. خمم على بلادي. بصح انتوما تبغوا تضحكوا علينا الناس، تحوسوا على الباس، تحوسوا العرب كاع يعايروكم. اللي كان فتحوا دير الباس تبانوا بالتبهديله، بانوا بحاجه شابه، بانوا بهضره شابه. ماشي تبان زعما كنتي المغرب مع من تلعب مع والو تيبورتي والو. هذه ماهيش هذا باس تاع الجيوحيه، هذا باس اشهار تاع الجيوحيه. انا تبان لي بلي باس تاع الجيوحيه. نبان في حاجه مليحه، حاجه مليحه تاع شنا لبلادي، ماشي نبان لي المغرب مع من تلعب مع الكونغو سيبورتي الكونغو. خسر تربح الكونغو تلعب، المغرب تلعب مع والو سيبورتي والو. راك اشهار،
راك علامه كامله. الناس تضحك عليكم. عاودي خمم لها، ما تخليش الناس تضحك، والله ما نخلي الناس تضحك عليا. خلي الناس يقول لك الله يبارك. هذه ما ندير الناس يقولوا الله يبارك، ماشي يضحكوا باش يكون على بال. ما نخليش الناس تضحك عليا. هضروك هذه مكاش منها، هذه تاع وليد صادي، هذه مكاش منها، هذه مكاش منها. بصح حنا عندنا ناس يتربت كلش. الجورنال يسمع حط يكذب على بالك. باغي تشوه بلاد ولا باغي تشوه دوره، ماشي كيما هكا، ماشي كيما هكا. مازال ما حققتوش الحلم. يا دراك حاجه حفره ولا صوروها لنا في السطاد باش نقولوا حققتوا الحلم تاعكم. والله واو لله خويا، نخدم، نحوس نخدم بين حاجه شابه لبلادي. نخلي انايا المغاربه يقول لك الله يبارك، التوانسه يقول لك الله يبارك، الاماراتيين، القطريين، على بالك. بنقول لكم هذه كلمه مؤامره والكولاسه ولات علامه مسجله بانصار، ماشي كاع انصار ما نقولوش بالجزائريين. اللي لعبنا مع الاماراتيين ولا السعوديين ولا يقولوا لنا انتم مؤامره، منتخب مؤامره. والله لو يقول لك منتخب مؤامره انا نقول لك هذه هي خويا. هذوك نبقاو نامنوا بكلش، تبقى تامن بكلش، تامنش بكلش يا عيدي. اللي يطيح لي تامن. كيما واحد البارح قال لي شفتك ما هدرتش على البن تاع الشايبي. يا ودي شايبي ماركينا نربحو نشوفوا دروك اللعابه هذو اللي راهم عندنا. شوفوه حنا غينيا استوائيه ربحناها بدوزيام ايكيب، ماشي ايكيب تيب. ماركينا لها شايبي ماركا لها مع دوزيام ايكيب. شوف تنجم تبغي نقول لك باللي هذا فلاديمير قلنا له خدم لنا ايكيب، خدم لنا زوج تاع لي زيكيب. فلاديمير قلنا له خدم لنا غير ايكيب واحده، سقم لنا ايكيب، صنع لنا زوج منتخبات. همكم هذا على بالك وليتو ولا عندنا اعلام كان والو حاجه، ما كان والو حاجه طيح يقول لك طاحت. يا ودي ولا طاحت. اعلام تيبو يجي عندك في التحليل تاعهم تقول له لونترينر يقول لك ما يعجبنيش، بصح اعطيني باش ما يعجبكش. يقول لك ما يقنعنيش، اعطيني باش ما يقنعكش. باش اعطيني طريقه اللعب تاعو. اللونترينر اللي فات قال لك كان يقنعنا. اللونترينر اللي فات عمر الناس لا هضروا على التاكتيك دو جو، لاخاطش حنا جامي لعبنا تاكتيك دو جو مع اللونترينر اللي فات، ما كناش نلقوا تاكتيك دو جو. ادخل 4-3-3 ودمر السوق. حنا هذا المدرب ما كاش لا يعرفه كي راه يلعب، ما كاش لا يعرفه كي يلعب. طوقاي رانا شايبي مركان طوقاي هاي كتعشبك، شايبي تما هي كتعشبك. ما جاتش غير هاك، ما تجيش غير هاك. انا نقولك ما تجيش غير هاك، تجيب الخدمه ويجي يكون لازم يكون اعلام تامنوا باللي اعلام والله العظيم لا اعلام يقارع لبلادو تخسر. اعلام نعرفهم، ذاك المهرج ذاك القلايلي من جا مرده، ذاك القلايلي هذاك مدربوكا نعرفوهم راهم يقارعوا الجزائر تخسر. والله اللي يقارعوا الجزائر تخسر والله العظيم. ومن بعد يجي يقول لك هاو بيديروا لنا مؤامره، يقول لك المغرب بيدير لنا مؤامره. يا وديتو وتا لهنا اعزائي الكرام نكونوا وصلنا للاخر ديال الفيديو اللي شفنا فيه تعليق الاعلام الجزائري بعد طرد وليد صادي من المغرب بسبب الهضره اللي قالها للمغرب. والسبب ديال هذا الشيء هو ان وليد صادي ديما كيسب المغاربه واساءته للملاعب المغربيه، ولذلك برافو على المغاربه اللي قدروا يطردوه من المغرب. وايضا ديما كان كيسب المغاربه في مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن الحمد لله قدروا المغاربه يخرجوه من المغرب. وبالنسبه للمنتخب المغربي الحمد لله تأهلنا لدور 16 اللي هو ثمن نهائي كأس افريقيا، ومباراتنا القادمه غتكون مع تنزانيا، وان شاء الله علاش لا نربحوها حتى هي ونتأهلوا للدور القادم وبالتوفيق المنتخبنا المغربي. وتا لهنا اعزائي الكرام نكون وصلنا للاخر ديال الفيديو. تهلا.